بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تهنئه بسيطه بنقدمها لنيافه الحبر الجليل الانبا دانيال، نحييه طبعا. نيافه انبا دانيال مش جديد عليكم، خدمكم خدمة أمينة جدا، أنا بسميها خدمة مثالية حقيقي، لأن كنت بتابعه وهو في المعادي كأسقف عام وعلى مدى سنين، وقبل كده عارفه طبعا كراهب وعارفه كعلماني، وفي قرابة بينا بس محدش يقول لحد بس أنا بعد كل المحبة اللي بينا اكتشفت القرابة دي، يعني بعد سنين طويلة. فشفتوه انتوا بيرعى المعادي ازاي وهو اسقف عام. انا كنت ببقى مذهول منه، مش يقول مثلا اسقف عام بكره اروح حته تاني، لا، ما دام ربنا قال له اخدم هنا يخدم هنا. خدم قبل كده في جرجة وعمل نفس الحكايه، تجديد ورعايه وإنشاء، مش كنايس بقى، كاتدرائيات. حتى أنبا أنطونيوس آخر حاجة ورهاني، قلت له جايبني فين؟ إيه ده؟ والهو ده لا في إيه؟ لقيته عامل كاتدرائية قبل ما الناس تيجي، قبل إيه؟ ما الناس تيجي. فيعني الحقيقة سيدنا أنبا دانيال بقول عليه أنا 3 حاجات: أسقف راعي، أسقف كنيسي، أسقف مجدد. راعي اهتم بكل قطاعات الخدمة وكل المراحل العمرية وكل البيوت وكل الرعية بتاعته، أغنياء ومش أغنياء. لأن أنا كنت فاهم أنا أسقف المعادي ده هي المعادي، أتاريه حتة تانية كمان بعيدة شوية هو برضو بيرعاها بمنتهى الإخلاص، وبيخلي المتيسر يساعد المتعسر. فكان خادم وراعي جميل وقدم رعاية حلوة. الحاجة التانية أسقف كنيسي، طبعا سمعتوه هو بيصلي، ما هو بقى يعني طول عمره كروان، يعني كروان وألحان تمام، يعني بيتنافسوا يا اخويا هو وانبا رفائيل وانبا يوسف، وانا اخش على جنب كده واتركن اركب كنيسي جدا، حتى النخاع في فهمه للكنيسه والعقيده والطقس والتاريخ والالحان وكل حاجه. الحاجه الثالثه اسقف مجدد، حقيقي مجدد. انا ملاحظه طبعا من زمان وهو عمال. مرة يقول لي تعالى احنا عاملين مركز لتطوير اعداد الخدام، عايزين نعمل معهد عشان خاطر الأسرة، عايزين نعمل معهد عشان التنمية البشرية. عمل معاهد ومراكز جديدة، وكان دايما سابقنا كلنا. انا طبعا عشان عجوز عمال اجري وراه مش ملحق، لكن هو حقيقي سابقنا كلنا وبيعمل حاجات جديدة في الخدمة، لا شك انها متميزة، توري ان احنا امام راعي مثالي حقيقي. انا بقول لكم يا بختكم بيه، كويس ما حدش خطفه منكم. طبعا كأسقف عام كان ممكن يتخطف، لكن ربنا سهل الحكاية ودينا جلسناه على كرسيه وعلى هذه الورشية. كل سنة وانتم طيبين.